بص كده الثلاث كلمات دول connect communicate وcontact. كلمه connect ودي معناها بيوصل حاجه بحاجه. يبقى انت مثلا عاوز انت اللابتوب بتاعك فانت عاوز توصله بالانترنت، جميل جدا، او متوصله بالواي فاي، حلو. يعني مثلا اقول لك ايه connect to وconnect with. بص كده معايا you need to connect the printer to your to your computer. يبقى انت محتاج توصلها بايه؟ محتاج توصل البرينتر الطبعه بتاعتك دي الايه للكمبيوتر. طيب connect with معناها مرتبط بايه؟ I feel like I really connect with you. يبقى كلمه with يبقى مع شخص، to مع شيء. يبقى انت لو هتوصل حاجه بحاجه يبقى connect to. طب انا متصل او في علاقه ما بينك وما بين شخص تاني بس اسمها connect with. كلمه communicate ودي معناها يتواصل بطريقه معينه او عن طريق لغه معينه، بطريقه معينه او عن طريق لغه معينه. بص كده communicate with معناها يتواصل مع شخص اهو. they communicate with each other بيتواصلوا مع بعض using a sign language لغه الاشاره. طب بيتواصلوا بلغه معينه كلام منطوق يبقى اسمها in. يبقى they communicate in English يبقى بيتواصلوا عن طريق الانجليش. طب communicate حاجه معينه to يبقى كده معناها بينقل شيء الى خد بالك منها دي. يبقى the manager will communicate the new policy to the team. يبقى هيوصل السياسه الجديده اللي هتتبعها الشركه لمين؟ للتيم بتاعه. يبقى تاني communicate with معناها يتواصل مع شخص. communicate in يبقى كده معناها اللي هي اللغه اللي بيتواصلوا مع بعض بيها. communicate حاجه to يبقى كده معناها بيوصل شيء الى. اوكي سهله كده. يلا بينا نكمل. كلمه contact هنا معناها ايه بقى؟ معناها يتصل او اتصال. تمام كده. مثلا if you have any questions لو عندك اي اسئله please contact me كلمني. contact with معناها بيتواصل مع شخص يبقى على اتصال. get in contact with. طب عكسها lose contact with يبقى كده بفقد الاتصال، خلاص ما عادش نتكلم ما عادش نتكلم مع بعض. واضحه؟